كانت روسيا تخبئ غواصة بيلغورود للسيطرة على القطب الشمالي، لكنها استعجلت إدخال ما تعرف بأم الغواصات في الخدمة بعد أن تسلمتها قواتها البحرية مؤخرا. ويشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا على عملها، وهي قادرة على محمود بأكملها خلال دقائق. توصف بوحش المحيطات وعملاق البحار الذي لا يقهر. قوتها النووية قادرة على توليد موجات تسونامي إشعاعية يفوق ارتفاعها نصف كيلومتر، وما هذا إلا غيض من فيض قدراتها التدميرية. وبالإضافة إلى أنها مخصصة لحمل أسلحة فتاكة لم يشهد العالم من قبل، فإن ضغطة زر واحدة قد تكفي غواصة نهاية العالم لتهديد البشرية في مساحة واسعة، وذلك في نصف ساعة من الزمن حسب الخبراء العسكريين. وحينئذ كشفت موسكو عن دخول ما أطلقوا عليه أيضا إله البحار، التجارب الفعلية في مياه حوض سيفرود المطل على البحر الأبيض شمال الجزء الأوروبي من روسيا عند المحيط المتجمد قبل أسابيع. وتزامن تدشين الغواصة العملاقة مع تصاعد التوتر بين روسيا والغرب، وما هي إلا لحظات أو فترة من الزمن حيث تتسنى للجزائر اقتناؤها من روسيا، وهو ما أدخل أوروبا وإسرائيل وأمريكا في حالة ضعف. وحذرت أيضا نيويورك الجزائر من حالة شرائها، وفي حال شرائها الجزائر سوف تتعرض الجزائر إلى عقوبات اقتصادية. ولكن ما أكده مصدر مؤكد أن الجزائر تنوي بالفعل اقتناء هذه